رسميا النصر السعودي يتعاقد مع حكيم زياش. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، ما رأيك بصفقة زياش إلى النصر السعودي؟ شاركونا بالتعليقات. كشفت مصادر صحفية تحظى بمصداقية لا بأس بها السبب الجوهري وراء تمسك وترحيب قائد المنتخب المغربي حكيم زياش بالعرض السعودي الخيالي المطروح على طاولة وكيله، وذلك بعد استقراره على مغادرة نادي تشيلسي لتجنب مواجهة الدخول على مقاعد بدلاء ستانفورد بريدج للموسم الرابع على التوالي. وتضاربت الأنباء في الأيام والساعات القليلة الماضية حول أسباب انقطاع أسد الأطلس على فكرة مرافقة الأساطير والمحاربين القدامى في دوري روشن السعودي، ما بين تقارير تشير إلى صعوبة مقاومة غراء العرض المالي، وأخرى تضع خطوطا حمراء تحت اسم كريستيانو رونالدو باعتباره عراب الصفقة أو العلامة الفارقة التي عجلت موافقة صاحب 30 عاما على الذهاب إلى النصر هذا الصيف. وفي آخر تحديث لهذه الرواية على موقع جول العالمي من مصدر مقرب من حكيم أن كلمة السر لا تكمن في سخاء الدولارات السعودية ولا إغراء اللعب بجانب ملك كرة القدم، بل ما وصف سر السعادة والإشارة إلى ترحيب العائلة بمرافقته في المملكة، حيث سترافقه للعيش في العاصمة الرياض بما فيها والدته التي لا تقيم معه حاليا في لندن. واستمرت معاناة زياش مع البلوز للموسم الثالث على التوالي بحصول على فرصة في 24 مباراة فقط في مختلف المسابقات الموسم المنقضي أو 929 دقيقة لعب، خرج منها بصناعة 3 أهداف دون أن يترك بصمته في شباك الخصوم ولو لمرة واحدة، ما يصعب فكرة استمراره مع الفريق لموسم آخر، وبالتبعية يفتح المجال أمام الصحف والمواقع الرياضية لتعديل الشائعات حول مفاوضاته مع مسؤولي العالمي. الجدير بالذكر أن تشيلسي اشترى حكيم مقابل حصول ناديه السابق إياكس أمستردام على أكثر من 40 مليون جنيه استرليني بخلاف المتغيرات، وخلال هذه الفترة لم يسجل سوى 14 هدفا من مشاركته في 107 مباراة في مختلف المسابقات، لكنه خرج بإنجازات جماعية أبرزها وهم على الإطلاق التتوج بكأس دوري أبطال أوروبا العام قبل الماضي بجانب كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبية. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإجابة على سؤال النشرة وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.